بيبدأ فيلم النهارده على تايلور اللي لقوه مرمي على شط في دبي بعد ما اتصاب برصاصة في رقبته ووقع في المية. خدوه جنود وودوه المستشفى في دبي، وده الجزء التاني. ولو ما شفتش الجزء الاول هحط لك الرابط بتاعه في الوصف. البنت اللي في فريقه اللي اسمها نيك فضلت جنبه لحد ما تعافى وقالت له انك حاولت تعيش لسبب وانت لازم تعرفه. وجي واحد اسمه زراب عرف ان اخوه الصغير زوده مدة حبسه 10 سنين في سجن جورجي علشان قتل جنود. راح زراب السجن عشان يقابل المسؤول عنه وقال له انه ما عملهمش حاجة وان هم اللي وصلوه للمكان ده، ولما قال له مفيش حاجه في ايدي قتله فورا وقتل رجالته كمان. وصلت نيك واخوها ياز تايلور للكوخ بتاعه في النمسا. واضح انه بيخطط انه يسيب الشغل بتاعه. وفي السجن اجتمع ديفيد مع مراته كيتيفان وابنه ساندرو وبنته نينا، وكان عاوز يحول ابنه لنغازي تبع المنظمه يعني، ومراته كانت رافضه. واضح انه كان بيعملها وحش جدا. بعدها زار تايلور واحد ما يعرفهوش وكان بيعرض عليه مهمه، بس تايلور رفض وقال له ان انا متقاعد. ولما قال له ان مراتك هي اللي كلفتك بالمهمه وافق فورا، وبدا يشرح له المهمه بتاعته انه ينقذ كيتيفان واولادها من السجن ومن جوزها كمان، وعرفه ان اخوه بيحميه ولازم ينتبه منه، وقال له قدامك اسبوعين علشان تتعافى. وبدا تايلور يجهز للعمليه مع نيك وياز اللي اندهشت انه قبل المهمه. ولما وصلوا للسجن بدا تايلور يطلع كيتيفان واولادها من الزنزانه بتاعتهم قبل ما يصحى جوزها، وانتبه السجين ليهم وصفر، فالمساجين كلهم صحيوا وطلعوا للساحه. واتحرك تايلور بسرعه وحاول يطلع من المكان حسب الخطه. وبعد ما طلع الولدين جالهم ديفيد وقعد يضرب في تايلور، ودارت معركة بينهم، بس في الآخر اتخلص منه تايلور وضربه بالسكينة في رقبته وقتله فورا. وراح يطلع هو وكيتيفان، لقوا العساكر جايين فغيروا اتجاههم وراحوا يخرجوا من الساحة اللي مليانة مساجين وشرطة. ودارت معركة كبيرة جدا هناك، وحاول السجنة ياخدوا كيتيفان بس هو خلصها بعد ما عدموه العافية يعني. وفي الاخر وصل تايلور وكيتيفان لباب وفجرته نيك وطلع منه تايلور وركبوا العربيات واتحركوا. وزراب وقتها عرف ان اخوه مات فبعت رجالته كمان وراهم، وبدات مطارده بالعربيات والموتوسيكلات. وتخلص رجاله زراب من عربيه تبع تايلور، وفي الاخر خلص عليهم تايلور ورجالته وبداوا يتحركوا علشان يوصلوا القطر. وفي لحظتها اتكسرت ايد نينا البنت الصغيره، ولما ركبوا القطر واتحركوا جات لهم طيارتين هليكوبتر وبداوا يضربوا فيهم. اتخلص تايلور من واحده منهم وراح يتخلص من الثانيه فضربوه بصاروخ فاختل توازنه ووقع. ونزلت الهليكوبتر التانية 5 جنود واتحرك منهم 2 لعند نيك وبدأوا يضربوا في بعض، بس نيك كانت محترفة وقطعتهم بالسكينة ونالت من الحب جانب وخدت طعنة هي كمان لحد ما خلصت عليهم. الثلاثة التانيين دخلوا يدوروا على كيتيفان وقابلهم تايلور ودارت معركة بينهم. واضح ان الجنود دول محترفين وكمان كانوا لابسين واقي بيحميهم، عشان كده قتلهم كان صعب شوية. وتخلص تايلور من 2 منهم وتخلص ياز من الأخير. طمن عليهم تايلور وكلم نيك ما ردتش عليه، جري عليها لقاها اتخلصت من الجنود وشاف طيارة تانية بتضرب نار عليهم. ولما تخلص منها وبيبص على الطريق لقى ان الطريق خلص. قال لنيك وقف القطر بسرعة، وللأسف الفرامل كانت سايبة. راحوا جريوا بسرعة على العيلة وربطوهم في القطر وثبتوهم لأن القطر خرج عن الطريق واتقلب كذا مرة. وبعدها راحوا مستشفى يتعالجوا. بس ساندرو اتضايق لما عرف ان تايلور قتل ابوه، واتضايقت نيك كمان لما عرفت ان كيتيفان اخت مرات تايلور. واتصل ساندرو بعمه زراب وقال له على مكانهم. وتفاجئ تايلور لما قال له ساندرو انه قال لعمه، ولقى هليكوبتر في الطريق ليهم وابتدوا يحضروا نفسهم للهروب من المكان. وبدأت العصابة تتخلص من الشرطة ومن كل اللي بيقابلهم. ركب تايلور عربية وخد فيها العيلة، ولما خرج ساندرو يجري عشان يروح لعمه جري وراه ياز علشان يلحقه. ومشي تايلور ونيك بالعربيات، ولما تعطلت عربية تايلور نزل منها وقال لياز تستولى على الهليكوبتر اللي فوق السطح. وراحت هي وياز اللي فشل يرجع ساندرو اللي خلاص ركب مع عمه طبعا. طلعت نيك وياز للسطح وتحاربوا مع رجالة زراب. وفي الوقت ده كان تايلور بيتخلص من رجالة زراب. طلع المبنى تاني علشان الهليكوبتر وركب الاسانسير، ولما خرج ضرب اللي قدامه وتخلص منهم وساب كيتيفان. وبلغ ياز اللي اتحرك ولقى رجالة زراب وقعد يقتل فيهم، بس كان فيهم واحدة شرسة قوي ضربته كام طلقة قبل ما يخلص عليها. وبدأت نيك تقتل في الباقيين، وقعت هي وواحد على ازاز مزحلق وكانت فاقدة الوعي وبتتزحلق هتقع من المبنى كله. ولما شافها تايلور اتخلص من اللي حواليه بسرعة وطلع ومسك نيك قبل ما تقع. ولحقوا زراب وضربوا في ايده طلقة وحاول يتخلص منه، بس فاقت نيك وضربت الازاز تحته فاتشعلق زي تايلور. ورمى تايلور وقال لها روحي للعيلة. راحت نيك تلحق العيلة لقت واحد هيقتلهم فقتلته، وجالها ياز المصاب واطمنت عليه ومشيوا. وطلع زراب وتايلور وعجنوا بعض واتكسر الازاز ووقع زراب. وهما بيركبوا الطيارة زراب ضرب ياز كام طلقة كده، فخدوا تايلور ولحقوا وركبوا المروحية. وحاول زراب يفجر المروحية بس معرفش. وساعتها حاول تايلور يلحق ياز
الجهاز اللي كان بيموت خلاص، وعيطت اخته طبعا عليه وتايلور كمان. بعدها رجعوا كلهم لمكان تايلور، وظهرت مراته مايا تطمن على اختها، وطلعت تكلم تايلور وتساله انه ما كانش موجود جنب ابنه وهو بيموت. قعد يحور عليها شويه، وفي الاخر قال لها انه ما قدرش لانه ما فيش حاجه بايده، وانه كان عاجز انه يحمي ابنه. واتصل بيه زراب وقال له يجي يتفاوض معاه، وقال له على مكانه. رد عليه تايلور انا هاجي اخلص عليه. ولما وصل تايلور لمكان الكنيسه اللي قال له عليه، فجر الطياره والعربيات كمان. ولما خلص على رجالته وصل لزراب اللي كان حاطط قنبله على ساندرو وهيفجرها بايده لو مات، وقال لساندرو ياخد سلاح تايلور ويقتله بيه. فخد منه المسدس وحاول يقتله بس ما قدرش، وراح زراب يقتل تايلور بايده. ولما سمع صوت وراه التفت لقى نيك رايحه تقتله. قال لها تايلور بلاش عشان الولد. ولما رمت سلاحها مسك ساندرو المفجر من ايد عمه وجري، وبدا عمه يضرب النار على نيك اللي خدت لها كام رصاصه كده، ونط تايلور عليه وقعدوا يضربوا في بعض، وكسر تايلور بس في الاخر قتلوا تايلور وتخلص منه. وجت الشرطه وحبستهم هو ونيك. وبعدها جات له مايا تزوره وطمنته انها قالت لابنه ان ابوك بينقذ الناس وانه شايفك بطل. عيط طبعا من الفرحه لان ابنه مات وهو شايفه بطل. وبعدها خرجوه من السجن علشان يقابل الراجل اللي اداله المهمه، وقال له صاحب الشغل بتاعي عاوزك في مهمه. تايلور قال له لازم فريقي كله يكون موجود، وكان قصده على نيك. ظهرت نيك كمان لانهم كانوا عارفين انها معاه في فريقه، وطلعوهم من السجن علشان يشتغلوا معاهم. انتهى فيلم النهارده يا شباب، واتمنى تكون عجبتكم القصه. اشترك في القناه وساعدنا عشان نستمر، ولو عجبك الفيديو فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من تمنافل.